عايز اقول لحضراتكم، كنت قلت قبل كده عن تساؤل وقلت خلي اجابته بعدين، ويبدو ان الاوان قد آن. كنت سألت مع حضراتكم، تساءلت بخصوص السيد عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار السابق او الاسبق، مش فاكر يعني اسبق ولا سابق، المهم، ولماذا هو الوحيد الذي نجا من مقصلة الإعلام اللي حدثت في الإعلام المصري، والمقصلة التي طالت كل الرموز، رغم أنه كان رئيس قطاع الأخبار ومسؤول مسؤولية كاملة عن أشياء وأشياء. وأنا الأوان الليلة دي بمشيئة الله عشان أقول لكم ليه. في خضم الثورة المصرية وبعد يومين ولا 3 جاء خطاب مش من مبارك، من جمال مبارك وزكريا عزمي، خاص وسري وعاجل، بإقالة المشير حسين طنطاوي. وتلقى عبد اللطيف المناوي الخبر ودار عقله هنا وهناك. لمن ينحاز؟ ينحاز لمبارك الذي يمثل حتى الآن رئيس الدولة، ولا ينحاز المبارك؟ معنى انه ينحاز لمبارك معناه ينحاز لجمال اللي بيطالب وبقوة، خلاص شاف الدنيا خرجت بعد الأداء اللي أداه الجيش، أداء المحترم. ولا ينحاز للمشير حسين طنطاوي؟ فانحاز للمشير طنطاوي اللي في الأصل انحاز للشعب وللشرعية، اللي هي شرعية الشعب. الشرعية ما هي البلد إيه غير شعب؟ فقرر فأرسل الخطاب للواء إسماعيل عثمان وعالم الجيش، ورفض أن يذيع الخطاب الذي جاءه من جمال بتوقيع جمال مبارك وزكريا عزمي. وانعقد المجلس حينها بدون مبارك، وكانت مفاجأة. وأعلن المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما يريده الشعب ولتحقيق مطالب هذا الشعب. وكانت المرة الأولى منذ قيام ثورة 52 الذي ينعقد فيه مجلس الأعلى للقوات المسلحة بدين قائده الأعلى اللي هو مبارك. وكانت الإشارة وكان إذانا بما حدث بعد ذلك وأنتم تعلمون. فده كان سبب في حماية عبد اللطيف المناوي وبقائه في كرسيه رغم اعتراضات شنيعة، لأنه قدم خدمة للبلد. ففضل على كرسيه هادئا مطمئنا إلى أن رحل إلى إنجلترا معززا مكرما، وقد تلحق به زوجته الفاضلة بعد أيام قليلة. حبيت أحكي لحضراتكم القصة لأن جاء أوانها النهاردة بالحديث المهم اللي قاله سيادة المشير. نرجع ونؤكد تماما على وحدة الصف المصري ناقص 48 ساعة على الجمعة التي نزعم بإذن الله أنها ستمر سلمية سلمية، وكل المصريين في وحدة ثورة حقيقية بدون فصيل لآخر، لنعود لنقطة بداية حقيقية، إن كل هذا الشعب بكل أطيافه وكل انتماءاته يد واحدة إلى أن نمر بسلامة الله. يلا بينا على بركة الله نبدأ محطة مصر. ائتلاف شباب الثورة يتفق مع الإخوان والسلفيين على جمعة وحدة الصف. وأخيرا القبض على إبراهيم فرج المتهم بقتل ثوار السويس. ومناظرة محترمة كما حدث بالأمس بين شباب السلفية و6 إبريل في محطة مصر. ايه ابرز الملامح اللي جت في خطاب المشير طنطاوي؟ وليه اسرائيل لحد دلوقتي مش عايزه تاكد؟ اختلاف كبير في اسرائيل، قلنا لكم هنطل كل شويه ازاي اسرائيل بتفكر فينا، ليه مش عايزه تعترف بالجاسوس؟ شويه يقولوا امريكي وشويه يقولوا اسرائيلي، ايلان جرابل، حتى اسمه فيه اخذ وعطا. وايه التطورات بعد القبض على ابراهيم فرج؟ ولسه أصداء الحلقة بتاعت أول امبارح بتتردد وبقوة عنيفة
عندنا في محطة مصر بتاعة مشكلة الزواج الثاني للمصريين الأقباط. كل ده بعد الفاصل في محطة مصر.